الكاميرا دي بصالي في حاجات بتبان. هاتوا من رجليه. انا ساكت من الاول ان شاء الله خير. لمحته ودي بول كان موجود. لا مش تمام بس. حبايبي الكرويين، اهلا بيكم في الحلقه الثالثه من دي مش كوره دي مزيكا، نسخه كاس العالم. ولو لسه ما شفتش اول حلقتين ارجع لهم بسرعه، عشان كان في مسابقات مخيفه وتوقعات مثيره بخصوص اول 4 مجاميع من كاس العالم. خلوني احيي مره تانية اصحابي وحبايبي اللي منوريني النهارده، الجهبذ احمد عز، اهلا اهلا، والعميد يوسف التهامي اهلا وسهلا. اللي مش عايز يغير جاكيت العميد اصلا. طب ما انت ما غيرتش الجاكيت؟ لا يا باشا انا غيرتها، كنت لابس بنفسجي. ايوه اللي فاتوا يعني. اصحى للون. صباح الفل. صباح الجمال. عم الدنيا. ومحمد القاضي صديق الطفوله. اهلا يا كابتن عزيز. والموسوعه الكرويه شادي حبشي. ازيك يا حبايبي كابتن اللي عزيز، عامل منوريني. ايه؟ يلا بينا، جاهزين يا شباب؟ جاهزين. يلا نقطع في بعضينا نفس كروي عميق ونبدا الحلقه. ويلا بينا نبداها مسابقات من اول الحلقه كالعاده، واول الفقرات فقره لو تعرفوا. السؤال الاول، انا ابن مين يا نينا؟ بص كويس، مين داس الاول يا شباب؟ هم حلوه النزاهه. خش يا بالك قاضي، هو خش ده يا هو شادي. مش عارف بس ما فيش. لا تمام يعني. تشاوميني ايوه ولوكاكو. صح؟ الله اكبر عليكم والله. الحمد لله. وعملوا الحمد لله. كنا هنجيبهم. بدايات كويسه الحمد لله. خلاص بقى. بدايه بس بنخسر في موفقه. الاخر. حلو. ونخش على السؤال اللي بعده، هاتوا من رجله بسرعه. استنى. مين؟ جو. نقول مودريتش. الله 1-1. اوف. يلا بقى احنا اخيرا جبنا حد من رجله. مودريتش بس ازاي يعني؟ ده رجله مش ايه ده فعلا؟ عشان علم كرواتيا. لا بس رجليه ولا والتقويسه في كده. حلوه منك يا عميد. يلا بينا، بادينها تعادل والدنيا سخنه. نخش على السؤال الثالث. اشعر انا بقى، ادوني فرصه. فين؟ عايش في افريقيا وبتكلم زي الاوروبيين وعندي لعيبه بالزاف شاطرين. اتفضل يا عميد. والله احنا دوسنا بتاعنا رن قبل ما يخلص الكنترول. صح بس يعني انا صح. شايف ان مش عارف والله. ايه رايكم يا كنترول؟ انا شوف انا ماشي على القانون اللي هم شافونا بسببه قبل كده. بس قبل السؤال. خلاص اللي داس على الجرس عميد. اهو لا المغرب. واجابه صحيحه. طيب، و2-1 صح. 2-1 ليوسف والعز. بالذات يبقى مغربي. انا قلت ايوه. معروف. ونخش على السؤال الرابع وفقره التابو. هذا اللاعب كلام كتير قوي ما اقدرش اقوله. هو قدام وشاب، اصله افريقي، بيلعب في منتخب اوروبي، عنده احتفاليه مميزه. نركز بقى في اللي جايه، احتفاليه الطبخه ام ملح زياده. اتفضل يا عميد. جنابي. الله اكبر عليك يا عميد. 3-1. سلام. واحد جاي النهارده. والله كنت عليك. واحد جاي متغدي النهارده. حلوه. والسؤال الخامس، ويلا على فقره الخلاط مره تانية. قاضي اللي داس. بص ابتدوا يلعبوا بنفس اتفضل يا محمد. نيمار وكارفخال. الله يسامحك يا محمد. لا والله. الاجابه الصح ثانية. نيمار وخيزوس. بما انك جبت واحده صح وواحده غلط فصفر. يبقى على وضعنا الفقره دي. نخش على السؤال اللي وراه. انتوا كنتوا عارفينها؟ انا كنت يعني عارف نيمار ولسه بشوف التاني بتاع. انا كمان الصراحه. ايوه فانت اول ما جبت واحد قلت اما نأمن الزوار وبعدين نشوف. ايوه لعبه بقى فيه تاكتكس والناس بقت أيوة. استراتيجي. يوم ورا التاني. نتعلم منك يا كابتن عايز. يوم ورا التاني بنسخن يا زيزو. يوم ورا التاني بنسخن. انا بحترمك بس علشان جاكيت كابتن محمود الجوهري حبيب قلبي. 90 والله العظيم. والله انا بحسه ميمي الشربيني اكتر. اللي فات كان كابتن ميمي الشربيني، انما ده تيبيكال كابتن جوهري. نظريه برضه نظريه. يلا مش هنناقشك في التحليل برضه، انت المحلل الاعظم. يلا بينا السؤال اللي وراه. كده كام طيب؟ 3-1. 3-1. ماشي. 3-1. الحمد لله احنا ادمنا الهزايم. انا مش عارف ايه وستة وبتاع في ايه. حاجه صعبه قوي. والسؤال اللي وراه نركز، اين تقع سفاره كندا؟ اضرب اي حاجه يا عم. اي سفاره هتلاقيها في جاردن سيتي. كنت لسه اقول لك. بس انا كاني ما قلتش حاجه. يعني عميد داس جرس الاول ولا مين؟ ما دوستش. انا رحت طلعت الفيزا. رحت طلعت الفيزا منين؟ طب ركنت فين؟ عشان 3 اماكن مفهوم ما تقوليش النيل يا جاردن سيتي مش المعادي. ركز يا محمد انت حاضر ورا. حاضر. ركز يا قاضي. مش جاردن سيتي. انا ما ولو رحتش ان برضه كندا ما رحتش كندا قبل كده. تحب
البحر. 5 ثواني انا وهعتبرها بضيع خلاص. 5 ثواني اهو. وانت اللي مش مش عايز. النيل. الله اكبر جول. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. حلو 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 كده تسخن. ده رزق 3-2. الحمد لله. وانا كنت قلت طب لك ركزوا معايا بقى، ركزوا جاردن معايا سيتي؟ بسرعه. دي زي ركز معايا موسوعه. اي اسمها في جاردن الحاجات اللي سيتي. بره يا شباب ايوه يا عم برافو ايس فرا في عليك. جاردن سيتي. نصحى مع معلش يا نصحى كابتن. مع ابو العز، نصحى مع ابو العز. السؤال الكندي الحقيقي بقى ده كان بونس من عندي. نخش على السؤال اللي بجد. يعني ده مش مين بنقط؟ كابتن منتخب كندا؟ ده انت بتهرب. يعني ده مش بنقط اللي فات ده ده؟ كان بنقط، كانت واحده من عنده. ده كمين ده كمين. مين هيدوس؟ شادي داس. اقرا اسمه. تخيل انا مش عارف اقرا اسمه. اتيبا هاتشنسون. هتيبقى هاتشنسون. اجابه صحيحه. يا جماعه بس في حاجات يعني هنا الكاميرا دي بصالي في حاجات بتبان. وحشه دي. يعني 3-3. كندا في القلب. يلا يلا وعلى السخن كده نكمل. وهاتولي اللعيب ده من رقم ظهره. اضرب. لا احنا ضربنا الاول. ايوه شادي وقاضي داسوا الاول. تروسار. الله الله 4-3. الحمد لله. في كامباك بيحصل. في كامباك بيحصل. الله الله. يا عم عشان كابتن. يلا بينا على اللي بعده. يلا والسؤال الجاي هاتوا من رجليه بس من غير ما تكعبلوا. اضرب ايه؟ ما انا ما اعرفش ايه. طلعت قماش. يعني شاكك فيه. حد يدوس. كنت متاكد بس شاكك بتطلع غلط. كولوبالي. وماينس 1 لان الاجابه اه. توماس بارتي. ايه البصه دي يا بارتي؟ ركز السنغال او كاميرون. على بس احنا شفنا الكوره لقيناها افريقيا. ايوه نفس ايوه. الحاجه. فاهم قصدي؟ مش ركزت الكوره في فيه الشوط. الوان فقول والله لي كده. الشغل بتاعنا ده. شغل والله كده اه. الكامباك بيكمل يا شباب. كام كده؟ 4-2 عشان تنقصوا درجه. الله. يلا بينا. حق الله. دلوقتي السؤال اللولبي. امم كل واحد بالدور وهنبدا بالعميد والزوز. طب ما تبتدي مره بيه انت كل مره بتبتدي. المنتخب. ماشي يا كابتن. وهنعد من 1 ل10. حبيبي يا كابتن. ميسي اوتاميندي لوتارو مارتينيز كان موجود. ولو سيلسو كان موجود. لو سيلسو دي ماريا لمحته. ودي بول كان موجود. ودي بول. كابتن قالوا كام واحده يا شباب؟ 7. ايوه ال7 صح ولا في حاجه غلط؟ في واحده غلط. مين؟ نسمع الكنترول، نسمع من الكنترول. مين؟ اوتاميندي مش موجود يا جماعه. لو سيلسو مش لو سيلسو لوسيلسو لو موجود. سيلسو. سيلسو موجود. موجود. سيلسو لا انا موجود. متاكد. تمام يعني ال7 صح. 7 صح. ده هاي. معلم البار علينا. كده 7 من 11. دي مطلوب منكم يا قاضي ويا شادي تجيبوا اكتر من 7 عشان تاخدوا الجوله دي. يعني. ما انت يلا خليك بينا. طيب معانا شويه. يا ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. منتخب كندا. يلا 1-2 واحنا بنقفل. وخد المنتخب ده. الماكينات. حلو قوي. حلو ده مش قوي. ايه ده؟ ايه ده يا عم انت مغير اللعيبه. مين دول يا عم؟ ده تحت 20. انت جايب ايه ده في ايه؟ يورجن كلينسمان ده. مانويل نوير. سهل قوي مانويل نوير. سمع. كاي هافرتس. إيه يا عم ده؟ جندوجان. جمال موسالا. مين تاني؟ كيميتش. كاي هافرتس. قلت اول واحد. ايه ده؟ في حد كمان. فاضل 5 ثواني. اسمه ايه؟ ساني. سولا. وفي حد كمان. قول بقى اخوات. كيرر ده موجود. جابوا كام يا خلاص، شباب في خلاص. الكنترول؟ 6. وقالوا اصلا واحد مرتين. 6 كتير. لا ما انا عايز تعدها. عادي، لا، عادي. قال مرتين. كاي هافرتس قال 5 بس. انا بعد وراكم على فكره. انا بعد وراك ده تنس. عشان انا ده شاكك مش فيك من الاول. لا انا لا، شاكك مش فيك انت تيجي. بالذات. شكله متغير كده ليه؟ مش هو ده؟ والله يشتغل بس شكله غريب جدا. شكله غريب قوي. شكله غريب جدا. انتوا يا جماعه النتيجه بتنقصوا النهائيه إزاي؟ 7-6. يبقى الجوله دي راحت للعميد وزيزو. يا كابتن عزيز معلش هو ده النتيجه 4-3. ده شكل تير شتيجن. هو ده اسمه ايه؟ خد يا الامر يا قاضي. ماشي. خد يلا في 4-3. حاجات بتحصل من غريب. لعب مش تمام. في لعب مش تمام بس مش عارف بس في لعب مش تمام. سامع كسبان ركبك نقطتين من بتخبط. سفاره كندا. سامع كورنيش ركبك النيل بتخبط. محمد مش نعمة. النيل. انت فاهم؟ سامع ركبك بتخبط. ايوه صح. ولا زال الصراع مشتعل وخلصت فقرة لو تعرفوه ونخش على لو كنت ناسي أفكر. السؤال الأول في لو كنت ناسي أفكرك. الكرة دي من أنهي كأس عالم؟
العميد داس الاول روسيا اللي هو رقم كام يعني ده؟ 2018. بتاكد برضه. انا بقول لك غلط. الكوره دي بتاع كاس العالم ده وماينس 1. يا الله عشان ربك بس قال لي بس انا ما كنتش عارفها على الحق. يا نهار كده على أولوية. ما روسيا كانت عن انهي واحده بس نفس الالوان. يمكن تكون جايه في سؤال جاي ما اقدرش اقول لك. هارد لك يا ايه جو. ده؟ بيتهيألي هي دي نفس هارد لك الكوره يا اللي عم. رحله اسمها رحله. يلا. والسؤال الثاني والاغنيه دي كانت انهي كاس عالم؟ لا لسه انا مش مقتنع. بس كده دي دوس. روسيا 2018 الله عليك يا زيزو انت مرجع فريقك. حلوه. كانت اوحش اغنيه كاس عالم سمعتها. ما كانتش اغنيه كاس عالم اصلا، اللي هو انتوا بتعملوا ايه مش فاهم. كده السكور رجع 4-3 ولا ايه يا شباب صح؟ والسؤال اللي بعده في لو كنت ناسي افكرك وتكريما للحاضر الغائب، دي تيشيرت ايطاليا من انهي كاس عالم؟ انا مين دوست ده؟ انا دوست صح. انا دوست وده تيشيرت ايطاليا بتاع 2002. الله اكبر عليك يا عز. دي خلصانه. هوبا هوبا وكان هيبقى احلى لو جبتوها ابيض. خلصانه وبشياكه. برضه السكور كده كام يا شباب؟ تعادل ولا لسه؟ تعادل 4-4؟ هي الطيب. تشتعل ايوه اللي كانت تشتعل. تايت قوي دي. هي حلوة الكبه. طب يلا يا شباب. اصلا تيشيرت الكبه دي هم تقريبا كانوا جايبين القايمه عشان تبقى لايقه على التيشيرت، أيوة، مش القايمه اللي بالظبط، تنفع في اللعيبه. بالظبط. مين شعره فورمه؟ مين ودقن فورمه هنا تعالى؟ كان توماسي شوارع رهيب. وتوتي و لا ده هو كان كانونيزي. فابيو كانافارو وكانافارو. ونيستا باولو ونيستا، صح. مالديني يا عيني على وجيانلويجي الذكريات. بوفون. وبعد عيني على كده انت الذكريات. بتتكلم في كريستيانو دوني وستيفانو فيوري، دول جايين عشان شكلهم حلو. ايوه فيوري فاس. وطبعا كان بقى الطقم اللي قدام انزاجي وفياري ومونتيلا وديلفيكيو باين. مين الترتيب الصح للمربع الذهبي في 2006؟ اللي ده لا هو ده قبل السؤال يخلص. لا 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 أيوة خليك صح. فير. صح خليك صح. فير. الدوسه دي بتاعت شادي وقار عشان اكون فير. الحمد لله. هيجاوبوها غلط في الاخر ويصغروا نفسهم. لا اصل دي يعني ده 2006 دي معروفه يعني. مربع الذهبي 2006 ايطاليا فرنسا البرتغال المانيا. اجابه خطا. اجابه نقول خطا. احنا بقى كابتن. ايطاليا فرنسا المانيا البرتغال. يا ساتر. يخص عليك يا يا ساتر. الله محمد. ونعم الوكيل. يخص عليك يا محمد ونزل وحشه مني ماينس قوي، وحشه 1 مني قوي. والسكور قلب 3-4 وربنا ما يقطع عاده القاضي وشادي وبيجوا على اخر الحلقه ويخسروا الصداره. الحمد لله. فاضل سؤالين والسؤالين دول في الفقره الاخيره حيرت قلبي معاك. والسؤال الاول، مين المنتخب الناقص في المجموعه الخامسه؟ انا هعيد تاني السؤال لانكم ما بتلتزموش بالقواعد. لما اخلص الكلمه تدوسوا. دوس يا شهادة دوس. يلا، لما اخلص الكلام. حاضر. مين المنتخب الناقص من المجموعه الخامسه؟ بطيء قوي يا شيخ. بطيء قوي يا شادي. والله الجرس ده بايظ. يلا يا عز. ماشي الحال. احنا المجموعه اللي انت عايزها فيها مين بقى؟ فيها اسبانيا وفيها المانيا واليابان. وفيها اليابان ناقصها مين؟ ومعاها كوستاريكا. الله اكبر والله دي عليك. عارف، والله دي كنت عارفها. بكر يا حاجه. 5-3. والسؤال الاخير، مين في دول المجموعه السادسه؟ هو ليش؟ قاضي بلجيكا كندا المغرب كرواتيا. اجابه صحيحه الحمد لله. ولكن للاسف كان في اخر الانفاس هزيمة ويظل مشرفة. السكور 5-4. بس كانت حلقه سخنه وكلوز وين لتيم عز ويوسف، نسمع لهم سقفه كبيره. وبرافو تيم قاضي وشادي، برضه كانت منافسه عنيفه. سقفه ليكوا برضه. شكرا. سقفوا يا جماعه شويه يا جماعه. سقفه للناس اللي ورا الكاميرا. معقولة يعني. سقفه جامده. يعني مش هنخسر كمان ايوه بقى. يلا بينا ونخش على التحليل والتوقع، ولازم نبدا بملك ملوك التحليل، احمد عز. اسبانيا والمانيا واليابان وكوستاريكا. طبعا يعني اعتقد في جاب في المستوى. صحيح كوستاريكا عملتها في 2014 وعملت مفاجاه اظن في مجموعه كان فيها ايطاليا وانجلترا بس ما اظنش المره دي تعملها. اسبانيا انا بحب لويس انريكي، عنده طريقه، عارف انت اللي هو انا عامل لنفسي شكل وحاجه لو تميزت فيها ما حدش بيعرف ياخد مني الكوره، فهو عاملها بشكل كويس مع منتخب اسبانيا. انا مراهن على جافي وبيدري دول المستقبل يعني انهم هيكسروا الدنيا. بس ستيل اسبانيا هتوصل لمرحله ما وهتخسر، مش هتكسب بطوله قوي علشان
القوه مش موجوده في الفرقه دي، عكس الجيل اللي كان عنده نفس التاتش بتاع تشافي وانيستا، بس كان عندهم قوه اكبر بكتير بدنيا. وانا شايف ان هو كمان قدام بعافيه قوي، مفيش المهاجمين الجامدين قوي في داني اسبانيا اولمو بتاع انت. بس على فكره في ايام كان فيها مثلا سيسك فابريجاس هو اللي في 2010 هو المهاجم، وفي ايام كان فرناندو توريس مش شايف وهو اللي بيلعب مهاجم، بس كان على الاقل انت عندك تقيله قويه قوي في وسط الملعب. الناس ما بتخسرش كوره المشكله دلوقتي الناس ما بتخسرش الكوره، بس احيانا بتتخبط. لو يعني زي برشلونه لما راحوا لعبوا انتر ميلان، اول ما يبقوا مش على عدلتهم الفرقه بتفك. فده القلق اللي هيخليني متاكد انهم في مرحله ما مش هيبقوا على عدلتهم. بس توقعك مين هيتاهل يا زيزو؟ لا اسبانيا والمانيا. انا قلت بس افتح باسبانيا، يعني نسمع بقى المانيا من بقيه اوكي الناس الحلوه. شادي؟ لا يعني هو طبعا اسبانيا والمانيا اكيد الاقرب، يعني ما فيش اليابان، لا طبعا كوستاريكا ما اعتقدش انها بالقوه انها تنافس يعني. بس المانيا الناس في المانيا اصلا مش متفائله بالمنتخب اساسا يعني. هيبقى كويس، بس برضه زي ما عز قال على اسبانيا مش ما رشحوش ياخدوا البطوله يعني. بس من المجموعه دي طبعا هم اللي هيصعدوا، اسبانيا والمانيا. اسبانيا فرقه كويسه، عندهم شباب وكورتهم كويسه يعني، ما اعتقدش في مفاجآت هتحصل في المجموعه دي. اوكي يوسف العميد؟ لا طبعا مش هنقول حاجه مختلفه عن اللي شادي وعز قالوه، بس طبعا المانيا انا حاسس ان هي هتطلع اول مجموعه. اسبانيا زي ما كان عز دلوقتي بيقول عندهم اللعيبه كورتهم كويسه وكل حاجه، بس ما فيش الشخصيه بتاعه المنتخب الاسباني اللي كانت موجوده في ال 10 15 سنه اللي فاتوا، اللي هو فكره البوزيشن، ان احنا عارفين الكوره تفضل وسطنا ازاي، ان احنا نقعد نلعب يعني نجري الفرق اللي قدامنا حوالين الكوره. فاعتقد ان هم هيعدوا هم الاثنين من المجموعه دي، بس مش هيروحوا حته بعيده قوي يعني. يعني اسبانيا بقت بتعمل كده يعني. اسبانيا مع لويس انريكي بتعرف تعمل كده. حتى ماتش ايطاليا بتاع اليورو هم بهدلوا ايطاليا. الماتش الوحيد اللي ايوه ده الوحيد اللي لعبوه، عملوا ماتش حلو. واعتقد ان هم دلوقتي هيلعبوا الكوره دي، بس ستيل لما هنروح لوقت جد في خناق او فرقه بتلعب 10 ورا الكوره غلسه جدا بقى، صح هيعطلوا. فده اللي مقلقني منهم يعني. بس المانيا انا حاسس ان هي المانيا شبه بتاعت 2010 اللي هي كانت بتجهز عشان تاخد اللقب اللي بعده. فهانز فليك هيبقى بيعمل نفس اللعبه كده. دي رايك من راي الجميع ولا عندك راي تاني؟ لا يعني ممكن اختلف شويه. حاسس انا رايي ان لويس انريكي احسن مدرب موجود في البطوله، واكتر منتخب عنده هويه واضحه وشكل واضح في البطوله دي هو منتخب اسبانيا. حاسسهم هيوصلوا بعيد، ممكن حتى سيمي فاينل، ومش لان هم في اليورو كانوا احسن منتخب. انا بشجع كنت ايطاليا، اكتر ماتش ايطاليا تعبت فيه البطوله كلها كان ماتش سيمي فاينل. احنا كده مش مختلفين، ده انا بس بقول مش هياخدوا اللقب. غالبا يعني الله اعلم الصراحه، بس حاسسهم لا عندهم هويه، العيال حافظه بعض، شاربين صغيرين سيستم كتير. المدرب. يعني عارف كاس العالم ممكن الدنيا تمشي معاك ماتش في الثاني في الثالث تلاقي نفسك خلاص. هو بيجيبوا فورمه بس بالزبط. انا قصدي اقول لك على حاجه. اليوم النهائي بتاع 2010 هولندا واسبانيا، فرقه بتلعب على الاستحواذ اسبانيا وفرقه بتلعب على لا اصلا هولندا بتلعب كره هجوميه، بس هولندا قامت مغلسه وراجعه 10 ورا الكوره وابتدوا يتخانقوا في وسط الملعب. اسبانيا عمرها ما تخسر خناقه. تشافي وانيستا ما بيخسروش التحامات، ما بيخسروش ثنائيات، ما بيخسروش كور في الهواء. بدري وجافي بيخسروا. فانا قصدي ان الفرقه برغم ان هي بتعمل احسن حاجه في القصه بتاعت الاستحواذ، فهم هيفضلوا بيدوخوا الفرق كلها حواليهم. بس في اللقطه اللي هنخش في خناقه مش خناقتهم مش هيعرفوا يتصرفوا. تخبيط ما لهمش التخبيط مثلا مش وجهه هيعرفوا نظر لو ماتش يتصرفوا. بدني مش بالضروره يعرفوا يجروه، منطقي. بس اتفقنا ان اسبانيا والمانيا هم اللي هيتاهلوا اكيد، وانا بضم صوتي لصوتكم وبقول ان مفيش مفاجآت في المجموعه دي. يلا بينا على توقعات المجموعه السادسه، ونبدا برضو بشادي المره دي. نبدا بشادي. يلا. يعني طبعا بلجيكا، كرواتيا هم الاقرب. كندا ما فيش خالص طبعا كده. المغرب بعد ما خليزيتش مشي الدنيا بدات هناك تظبط شويه، يعني الناس متفائله رغم ان المنتخب يعني مش اقوى حاجه قوي، بس ممكن يعملوا مفاجاه يعني ممكن. بس الطبيعي بلجيكا كرواتيا هم يعني كرواتيا يعني تاني العالم اللي فات. بلجيكا منتخب كله اسماء قويه يعني. اعتقد ان المنافسه هتبقى المغرب ممكن من بعيد كده، بس يعني اعتقد بلجيكا وكرواتيا هم اللي اقرب. اوكي يوسف؟ نفس الكلام، بلجيكا كرواتيا يعني هم دول يعني المجموعه محسومه يعني. اعتقد كندا والمغرب بعاد عن الفكره دي، وممكن لو حد هيعمل حاجه ولو المغرب هتسخف، بس برضه في نفس الوقت مش هتوقف فرقه عن ان هي تعدي من يعني ممكن تخبط في تعادل، ممكن تكسبها مكسب صعب، بس يعني اعتقد بلجيكا وكرواتيا يعني محسومه لهم يعني. هاي انا شخصيا اتفق على الكلام ده. دي والله انا شايف لو يعني
لو في منتخب عربي ممكن يعمل مفاجاه في ظل المجاميع دي هو منتخب المغرب. كرواتيا وبلجيكا منتخبات نسبيا اعمار سنيه عاليه، اللعيبه في اخر خلاص الكارير بتاعها، مش حاسس ان هم هيكملوا بعيد كرواتيا وبلجيكا، بس نظريا على الورق هم اقرب اتنين الصراحه. يعني تقول المغرب ممكن تخطف مركز من المركزين؟ اتمنى. تتمنى؟ طب ولو هتبقى كده هتبقى كان مين؟ هتبقى مكان كرواتيا. يعني بلجيكا مغرب تحط بلجيكا احتماليه لده؟ مظبوط. توقع جريء من محمد القاضي. وانت رايك ايه يا زيزو؟ والله ممكن اتفق معاه. يعني بص هقول لك على حاجه، كرواتيا اللعيب زي بيرسيتش مثلا ولا لوكا مودريتش ولا ما يبانش عليهم السن ابدا، بس الناس دي هتتحط مع بعض، لما تتحط مع بعض كلها غالبا هيبان السن. صح. بس السن ممكن يأهلهم من المجموعه وبعد كده يبتدي ايوه مش هيكملوا بعيد. بالظبط، انما هيعدوا من المجموعه وهيبقوا هم برضه اقوى فرق ناس خبره يعني. برضه. بلجيكا نفس القصه، دفاعهم كبير قوي، الدرفيلد وفيرتونجن كبار جدا في السن، فيمكن لو في امل لمنتخب عربي فعلا يكون المغرب، نتمنى ذلك. بس وعلى حساب بلجيكا ولا كرواتيا؟ انا شايف ان بلجيكا هي اللي هتتسوح في كاس العالم دي، لان التوقعات عليها عاليه زياده عن اللزوم، عن ان الجيل ده في اخره خالص. يعني روميلو لوكاكو مش شايف، ايدن هازارد مش شايف، وبنتكلم على خط الظهر الاثنين كلهم سابوا الانديه الكبيره اصلا كمان. وبيلعبوا بعيد، فاصلا الناس مدياهم قدر عالي جدا، وده اكتر حاجه هتحط عليهم صعوبه بصراحه يعني، لان هو الجيل في اواخره، فانا مش عارف هيتصرفوا ازاي. وانا شخصيا بتمنى كل التوفيق لمنتخب المغرب، وان كنت شايف ان برغم كل ده بلجيكا وكرواتيا برضه هم اللي هيتصعدوا. ممكن. عامة حلقة جميلة زي كل الحلقات، ولو ما شفتش أول 2 تتفرج عليهم، واستنى الحلقة الرابعة والأخيرة بخصوص دوري المجموعات معايا أنا وصحابي الحلوين الجمال دول. وما تنساش تقولي في الكومنتات موافقنا التوقعات ولا ليك رأي تاني. كل حلقة وانتوا كرويين، وكله كاس عالم وانتوا طيبين، ودي مش كورة، دي مزيكا. تشاو.